ورجعت لكم بحلقة سريعة عن الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل بالطو. زي ما قلنا في حلقتنا اللي فاتت المسلسل حلو وإيقاعه سريع، فيا ترى يا هل ترى كمل بنفس الإيقاع السريع والمواقف الكوميدية في الحلقتين الثالثة والرابعة ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقتنا. بس قبل ما نبدأ حلقتنا استأذنك تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان ده بيساعدنا في انتشار الفيديو والقناة. ويلا بينا. يا مساء الفل على الكل. قبل ما نبدأ حلقتنا بحذر اني هتكلم شوية عن تفاصيل في الحلقتين الثالثة والرابعة، ولو ما شفتش الحلقتين او مش حابب احرق لك الاحداث اتفرج على اخر مقطع في الحلقة بس ترجع تكملها بعد ما تتفرج على الحلقتين. ونبدأ بالحلقة الثالثة اللي بدأت بداية حلوة وكوميدية وكمان مشوقة بمشهد جامد وموقف ما ينفعش يتكتب غير من دكتور زي الدكتور احمد عاطف فياض اللي كاتب المسلسل. شفنا في بداية الحلقة الدكتور عاطف جات له ست بتولد ولازم هو اللي يولدها علشان ادى لممرضة التوليد الوحيدة اللي في القرية اجازة وسافرت المنصورة ومفيش غيره يولد. بنشوف عاطف والاستاذ عبد البديع بيتعاملوا ازاي مع الموقف ده في شوية مشاهد كوميدية تموت من الضحك. وبعد كده بتدور احداث الحلقة عن تطور العلاقات العاطفية والوظيفية لشخصيات المسلسل وبنتعرف عليهم اكتر واكتر، زي الدكتور سمير اللي قايم بشخصيته الفنان محمود حافظ، وبان قوي ان ده هيبقى الانتي هيرو بتاع عاطف وهو اللي هيعمل معاه مشاكل وحوارات في المسلسل كله. محمود حافظ من الممثلين اللي بيعرفوا يعملوا شخصية الرخم العنيف كويس قوي زي ما شفنا في كل اعماله تقريبا، زي شخصية الفلاح المستغل في مسلسل بين السرايات او مسلسل هذا المساء لما كان العنيف اللي الكل بيخاف منه، وهنا في مسلسل بالطو جمع بين الشخصيتين في المسلسلين. والدكتورة هاجر اللي روايح الحب بتهفهف بينها وبين عاطف في الحلقة الثالثة، ومس كوثر اللي عاملة رعب لكل الشخصيات لحد دلوقتي. وبنشوف في الحلقة دي سلبية عاطف قدام كل حاجة بيقابلها، واعتقد دي مقصودة من المخرج علشان نحس بالتغيير بعد كده في شخصيته وازاي هيواجه العالم اللي هو مغصوب عليه والناس اللي هو مش فاهم حتى كلامهم ومش قادر ينسجم معاهم خالص. الحلقة الثالثة كانت حلقة حلوة وخفيفة بس هي تعريفية اكتر بعالم المسلسل وشخصياته، لكن قفلت قفلة حلوة قوي وحماسية كمان. بعدها على طول بدأت الحلقة الرابعة اللي بدأت درامية شوية لحد الحدث الكبير في الحلقة وهو الحريقة. بس قبل ما نتكلم عن الحريقة نتكلم عن تطور مهم في علاقة عاطف بهاجر. شرارة الحب اللي ولعت في الحلقة الثالثة زادت وشكل الحب هيولع في الذرة باقي المسلسل. كتير من مشاهد الحلقة الرابعة بينت تطور علاقة عاطف بهاجر، وشفنا ده في كلامها الحلو عنه لزميلتها في الصيدلية وهو كل شوية يروح لها يا عيني نفسه يتكلم مع حد نفس لغته في البلد اللي تايه فيها دي، مش لاقي اي حد يتكلم معاه ولا يفهمه. لكن الدكتور سمير كان واقف لعاطف وحذره انه يقرب لهاجر تاني. ونروح للحريقة علشان دي عشنا معاها طول الحلقة من اولها لاخرها. الحريقة حلوة ما قلناش حاجة وفيها مواقف دمها خفيف، وسامي مغاوري بالذات كان دمه زي العسل وكل مشاهده مسخره، لكن طول الحلقه رايحين جايين على سامي مغاوري ناخد في افيهات ونرجع للواحد. هي زادت عن حدها شويه في اخر المسلسل وبقت اوف، لكن بصراحه ما زادتش قوي ولحقونا بالدخله الاسطوريه اللي عملوها لظهور شخصيه محمود البزاوي اللي كانت حلوه ومستني قوي اشوفه في الحلقات اللي جايه. ونروح لفقرة بدون حرق وإيجابيات وسلبيات الحلقتين من رأيي المتواضع. أنا شايف إن أكتر إيجابية للحلقتين إن هم لسه ماشيين على نفس الإيقاع السريع إلا في شوية مشاهد صغيرة في الحلقة الرابعة، لكن الكوميديا لسه موجودة والممثلين كلهم مثلوا حلو وعلى راسهم عصام عمر اللي محسسني بعاطف وأحاسيسه وانفعالاته من غير ما يمثل ولا يأفور. وفي الحلقة الثالثة عجبني مصطفى يوسف اللي مثل جوز الست اللي عملت مشهد من أحلى مشاهد المسلسل لحد دلوقتي بشوية لقطات وجمل حوارية قليلة علقوا معايا وضحكوني جدا. ودنيا سامي اللي دمها خفيف وزي العسل في كل مشاهدها الكوميديه واللي مش كوميديه الا شويه افواره صغيرين في مشهدين ثلاثه للفنان الكبير محمد محمود اللي عامل كوميديا جميله وخطيره لكن في سنه افواره في مشهدين ثلاثه. واعتقد المخرج عمر المهندس كان لازم هنا يتحكم في انفعالات الممثلين الكبار وما يتحركش انه يوجههم. والسلبيه الاخيره اللي ممكن تعدي بس انا مش هعديها عشان حابب المسلسل مشاهد النار في الحلقه الرابعه. للاسف الحريقه كانت فيك قوي والنار مش حقيقيه خالص، وزي ما تكون مولع شعلات فرن غاز والنار طالعه منه. وكمان الحريقه طولت شويه وكان لازم تقصر علشان اتهرست افيهات، لكن في المجمل الحلقتين حلوين قوي واستمتعت بيهم واكيد هكمل المسلسل وهرجع لكم تاني بعد عرض الحلقتين الخامسه والسادسه واقول لكم رايي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في حلقه جديده في السينما. سلام.